اخواتي العظمه، بصوا الحلاوه، بصوا الجمال. نعمل النهارده حبه فاصوليا كده بيضه زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عامله التسبيكه اهي، كنت عامله تسبيكه كتير نقصت منها حبه تنفعني يعني. زي ما انتم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. هحط لها بس مكعب مرق الدجاج، هخليها تستوي. انا مش هزودها شوربه عشان الشوربه بتخلي الصلصه دي لونها يفتح. انتوا شايفين طلعت لها ايه؟ كيس اهو. احط لها حبه بهارات، هحط لها حبه ملح مش كتير عشان الصلصه فيها ملح وميه الدجاج فيها ملح. عندي هنا عاملين ايه كمان، وريهم اللحمه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. اما اللحمه دي تستوي بقى كده تخش في السوا خالص، اقوم جايه شايلاها حطاها فين؟ عشان احطها في الفاصوليا بتاعتنا العسل دي. دلوقتي هدي الفاصوليا دي تشويحه كده، وازودها بقى ايه؟ ميه بتغلي. ايه رايكم؟ اهو هنزودها بقى ميه بتغلي، هي جاهزه اهيت. واللحمه زي ما انتم شايفين اهي. بسم الله ما شاء الله اهي اهي. لحمه ملبسه كده عسل، احنا بنحبها ملبسه زي ما انتم شايفين كده. يعني ما بنحبش اللحمه الحمراء قوي. اللحمه عامله ازاي؟ حبة الشوربة بتوعها أنا ممكن أزودها بالشوربة، بس أنا مبحبش أزود الطبيخ بشوربة عشان بيغير لون الأحمر ده، بيضيع الصلصة خالص. هنزودها مع مغلية.